السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. النهاردة هنتعلم مع بعض طريقة زراعة الياسمين. الياسمين معروف بأزهاره الجميلة، اللي ليها ريحة كويسة زي ما انتم شايفين كده. أول حاجة بنجيبها هو عود من شجرة الياسمين، يفضل عود يكون قديم، يعني مش عمره مش أقل من سنة. احنا نزرع مع بعض كذا عقلة في القسيس ده عشان نعرف حتى لو حصل لا قدر الله عود مات ولا حاجة يبقى موجود معانا العود التاني. بعد ما بنقطعهم حوالي من 20 سنتي، بنعمل إزالة للأوراق. أي ورق فيها لازم نشيله عشان ما ياخدش الرطوبة من العود نفسه، من الساق، ويدي مساحة كافية للبراعم الجديدة ان هي تطلع. طبعا التربة اللي بنستخدمها يفضل تكون تربة غنية خصبة، وتكون طبعا خفيفة. قطعناهم مع بعض اهوت بالطريقة اللي انتوا شفتوها. هنعمل زي نظام تكسير ليها من تحت عشان تسهل نمو الجذور. اي آلة حادة بس تكون نعملها بالراحة كده زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم. احنا هنستخدم بدل محلول التجزير صبار الالوفيرا الاصلي، ويعتبر ده افضل او من افضل هرمونات التجزير اللي احنا ممكن نستخدمها، رخيصة التمن وسهلة الاستخدام، وموجودة في كل بيت عندنا. بنحطها بس في السائل وبنطلعها على طول. بعد ما حطيناهم بنزرعهم بقى في التربة، بندخله في التربة حوالي قد عقلة الصباع فقط. يفضل تغطيته بأي صوبة، ممكن بلاستيك أو ممكن إزازة زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم كده. بتعمل على حفظ الرطوبة، وبتدي للعقلة الحرارة المناسبة ليها. موعد زراعته يفضل زراعته في نهاية فصل الخريف وبداية فصل الربيع. بعد أسبوع ده كان شكلها معانا اهو، بدأت تطلع براعم. الحمد لله أنا كله طلع البراعم معانا واشتغلت زي ما انتم شايفين قدامكم اهي. بعد أسبوعين بدأت تشتغل معانا بصورة أكبر وأوضح. العقل اشتغلت معانا الحمد لله، ونسبة النجاح 100%. في النهاية أتمنى من حضراتكم دعم القناة بالاشتراك فيها وتفعيل زر الجرس دعما لنا للاستمرار وتقديم المزيد. ونشكركم على متابعتنا، ما تنسوش طبعا تعملوا شير للفيديو عشان الكل يستفيد، وطبعا اشتراك وتفعيل زر الجرس للقناة. شكرا لمتابعتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.